ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن نوع نادر من انواع الكلاب، وهو كلب الماستيف الامريكي او كلب امريكا الشماليه. اولا، تاريخ النوع. بتنحدر السلالة من الولايات المتحدة الأمريكية، وبيرجع تاريخ السلالة لسنة 1980، ولذلك بيعتبر من أحدث أنواع الكلاب في العالم. ثانيا، شكل النوع. شكل مميز وضخم، بيكون صدره عريض وجمجمته ضخمة. ألوانه بتكون أسود أو بيج أو مشكل ألوان. ارتفاع النوع بيتراوح من 65 ل91 سنتي، ووزنه بيتراوح من 63 ل81 كيلو جرام. ثالثا، استخدامات النوع. كلب حراسة ممتاز، وكمان كلب يد رائع. رابعا، سلوك النوع. بالرغم من ضخامة الكلب، ولكنه جيد جدا في التعامل مع الأطفال، وده بسبب سلوكه الهادي. شراسته قليلة وبتظهر فقط وقت اللزوم. بتكون شراسة دفاعية مش عدوانية. كلب صبور جدا وشجاع، وفي جدا لأصحابه وعيلته. خامسا، رأيي الشخصي. الكلب ده خليط من أنواع ماستيف كتير، زي الإنجليش ماستيف والكورسو والروتوايلر. تم انتقاء الأنواع دي بعناية، وتم انتقاء سلوك معين من كل الأنواع دي على مدار 40 سنة، ولذلك بالرغم من ندرة النوع ده، ولكن سلوكه مضمون عشان عدده ما يزال قليل وغير منتشر. شكرا للمشاهدة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. سلام.